السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لسه مكملين مع بعض وإنجازات الوزارات في 2022. نروح دلوقتي لوزارة كهرباء والطاقة المتجددة، ومعنا تليفونيا دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. دكتور أيمن، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك وجميع متابعينك بخير وسعاده، ان شاء الله تكون سنه جديده وسعيده ويتحقق فيها كل الامنيات الخير لمصر والجميع باذن الله. ان شاء الله. في نهايه العام 2022 عايزين ناخد جوله في انجازات وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده. طبعا هو في اكثر من انجاز طبعا، ويعني يعني طفره وتطور كبير في المجالات الخاصه بالكهرباء. لو بنتكلم على الانتاج الطاقه الكهربيه، يمكن سواء المصادر التقليديه او المصادر المتجدده فيها طفره كبيره. نتكلم على وصولنا الى تقريبا ما يقرب من حوالي 7000 ميجا وات، يعني 6000 وشويه ميجا وات من الطاقه المتجدده من القدرات الموجوده. ايضا وصلنا لقدرات اثنيه في الشبكه اكثر من 59000 ميجا وات، ما يقرب من 60000 ميجا وات، يعني اكثر من الضعف اللي كان موجود في 2014. على مستوى شبكات نقل الكهرباء وشبكات توزيع ايضا تم التطوير فيها تطوير كبير جدا. يمكن كنا بنتكلم بالنسبه للخطوط الهوائيه جهد 500 كيلو فولت، كنا بنتكلم على 3200 في 2014. دلوقتي احنا وصلنا لاكثر من 7000 كيلو متر. ايضا على مستوى محطات المحولات الجهد الفائق والعالي. بالنسبه لشبكات التوزيع ايضا في تطوير كبير جدا. بنتكلم على اضافه ل او خاصه طبعا لحياه كريمه، والمرحله الاولى اللي تم فيها تطوير كبير جدا بالنسبه للبنيه التحتيه في بالنسبه بصفه عامه يعني، وخاصه طبعا بالنسبه للكهرباء. ايضا بنتكلم على جزء مهم وهو ما تم في الطاقه النظيفه، خاصه بالتزامن مع قمه المناخ في نوفمبر السابق. كنا بنتكلم على ان احنا تم توقيع تقريبا اكثر او حوالي 28000 ميجا وات من طاقه الرياح مع شركات عملاقه وكبرى سواء عربيه او عالميه او محليه. ايضا بنتكلم على مذكرات تفاهم تم توقيعها بالنسبه للهيدروجين الاخضر، وصل حوالي تقريبا 23 مذكرات تفاهم، في منها 9 مذكرات تحولت الى اتفاقيه اطاريه باجمالي تقريبا ما يقرب من حوالي 83 مليار جنيه، 83 مليار دولار. ويمكن ال 28000 ميجا بالنسبه للرياح الاستثمار بتاعتها استثمار مباشر، بنتكلم على استثمار مباشر يعني قطاع خاص بيضخ استثماراته في مصر. ال 28000 ميجا وات من الرياح تقريبا استثماراتهم تتخطى ال 34 مليار دولار. ايضا على مستوى تحقيق الحلم النووي، يمكن ايضا خلال 2022 استمرارا للدعم الكبير من سياده الرئيس لهذا الحلم المصري يعني من الستينات وهو موجود. يمكن الحمد لله قطعنا خطوات مهمه جدا، حصلنا على او تم الحصول على اذن الانشاء الخاص بالوحده الاولى او الثانيه، المدفع الاول والثاني، وده الحمد لله ده انجاز كويس جدا. ايضا جاري العمل على الانتهاء من الميناء البحري الخاص بالمحطه. ايضا تم تقديم المستندات الخاصه بالحصول على اذن الانشاء من الوحده الثالثه والرابعه من هيئه الرقابه النوويه والاشعاعيه المصريه. ايضا بنتكلم على افتتاح سياده الرئيس لمصنع الرمال السوداء
خدمات بنتكلم على المنصه الالكترونيه لخدمات الكهرباء الذكيه، وتقريبا بتغطي اكثر من 25 خدمه. التسجيل فيها مجاني، من ضمنها التقديم لتحول نظام ممارسه العداد الكوديه، الاستمرار في تركيب العدادات المسبوقه الدفع وتطويرها. يمكن وصلنا لتركيب اكثر من 14 مليون عداد مسبوق الدفع. ايضا بالنسبه للعدادات الذكيه تم التركيب والانتهاء من المرحله التجريبيه اللي كانت تقريبا بتغطي حوالي 213 ألف عداد ذكي بالبنيه التحتيه الخاصه بها. ايضا بنتكلم على بدايه المرحله التجريبيه والمرحله الاولى خاصه ب 7900 جهاز للتحصيل وشحن العدادات بينتقل لمكان اقامه المواطنين، وده تطوير يعني جديد. يعني يمكن بدانا فيه في التعاقد وبادئين بالمرحله الاولى منه. ايضا على مستوى الجزء الخاص بمراكز التحكم الجديده في شبكات التوزيع، هو طبعا مخطط 47 مركز تحكم جاري العمل في المرحله الاولى الخاصه ب تقريبا 5 مراكز تحكم، وايضا في الجزء الخاص بالتعاقد او اتفاق مع الجايكا جهه التعاون اليابانيه في مركز تحكم في اسكندريه. فبالتالي يعني يمكن عشان يعني ما اطولش عليك، هو طبعا انجازات كبيره جدا ودعم كبير جدا ومخطط مهم جدا جاري العمل على تنفيذه ان شاء الله. ان شاء الله. مهندس الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مزيد دائما من الإنجازات من خلال وزارة الكهرباء ومزيد من التميز للحصول على أعلى جودة في مجالات التنمية التي تنافس وتضاهي الجودة العالمية. دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كل سنة وحضرتك طيب، وألف شكر على ظهورك معنا على الهواء. شكرا لحضرتك.